واخيرا شفت الهرم. بس اريد اعرف شلون بنوقع بال 5000 فهموني. طبعا لي هسه عقلي وعيوني ما مستوعبات انا جاي اشوف. يعني كل ما اشوف تابوت حلو اقول هي هذا احلى شيء، يطلع واحد احلى. يعني كلها 3000 و4000 و5000 سنه ويجي قدامك. مستحيل مصر ايش قد عظيمه، مستحيل. اركب الحنطر وتحنطر. يلا وصلنا شقة عبد الحليم حافظ. الشقة ولا عبد الحليم مستحيل، ما دام خير نفسه. اسمري اسمراني. بحر المنظر من البحر المتوسط يابا. وجينا الاشهر مدرسة وجامع بمصر القديمة. والسلام عليك يا رحمة للعالمين ارسلك الله. يابا شلونكم؟ اليوم اول يوم بالقاهرة، تحديدا بالزمالك. راح نطلع نستكشف ساعة تقريبا 10 الصبح، فروح ناكل ريوق، فروح ندور على ريوق اني وماما وسالي. حاليا احنا باحياء الزمالك متجهين الى ما ادري وين متجهين، بس نروح نشوف اكل لانه ميتين جوع. دا نمشي ومنو شفنا بالشارع الصدفه؟ الست ام الكل، السيده ام كلثوم بالشارع. يا اخي شفناها، ماما لازم تطق صوره ويا ام كلثوم ست الكل. حاليا بعدنا دا نمشي ندور على مكان يفول شنو؟ يبيع فول وطعميه لانه جوعانين. شلون اللفظ مالتي؟ فول وطعميه. احلى مسا عليكم مصري فول. وصلنا لهذا المكان بس مع الاسف ما عندهم اكل مصري، فول وطعميه، فراح ناكل اي شيء حاليا نمشيها لانه ميتين جوع، ووراها نروح نشوف لنا اكل مصري. طبعا وصلنا مكان، بس اذا تقولون الاهرامات غلطانين، مو الاهرامات، مكان ثاني. وصلنا المقبره، قبر عبد الحليم حافظ على مود ماما. امي من عشاق عبد الحليم، فلازم نجي القبر، فاجينا القبر عبد الحليم. طبعا طلب خاص خلونا نصعد فوق يم القبر. حققتي حلمك ماما؟ هذا قبر عبد الحليم يا عمري. سعبان ماما طاح وياه باغنيه شيء. وهاي السايق يابا بالتاكسي ما قصر ويانا، وقفنا على منظر بالنيل يموت. هاي الشقة يابا، شوفكم الشقة القديمة الهستوريكال التاريخية. شوف هاي المطبخ، هاي الغرفة هنا حمام، وهاي الصالة يابا. هاي الله يعلم مال من كانت، مال سعد حسني، مال ام كلثوم، الله اعلم. من البالكون تطلع والله اشوفكم. صباح الفل يا عمي، صباح الفل يا باشا. خل اخذ قيلولة ولما نقعد نشوف وين نروح. يلا مع السلامة. وصلنا يابا الاهرامات، وشوف الاجواء والخبصه والعالم. اركب الحنطور تلنن تلنن، يلا صعدي يلا. واركب الحنطور تلنن تلنن وتحنطر. هذا اسمه ايه؟ ده خوفو كبير، هذا خوفو؟ ده خفرع، ده منقرع. اكبر واحد منهم بيهن خوفو. هذا الكبير صح؟ ده الكبير. واخيرا شفت الهرم، بصف الهرم يابا. باعش كبره باعش طوله. ومستمرين ما ادري وين رايحين. والطسات اخ يبويا باع الهرم، باع الهرم الاخ. يا عمي وين ماخذنا يا عمي؟ شلون يصعدون عليه؟ مو مريح. طبعا خلصنا من الاهرامات وجينا ناكل لانه ميتين جوع. بس شوفوا الاكل وشوفوا المنظر، شوف المنظر وين قاعدين. يعني مرة بالعمر تقعد بهيجي مكان تاكل وتباع الاهرامات. مصيبة المنظر. يعني بعد ما اريد اكل اصلا شارد، بس ابغى لا كذب راح اكل. يلا باي باي. يابا وصلنا منطقة خان الخليلي، منطقة شعبية كلش. خان الخليلي، خل اشوفكم المنطقة خبصة. ساعة 10 بالليل هذا الحكي. طبعا هالمنطقة ما تشوفوها بس بالافلام والمسلسلات القديمة.
موسيقي بعد حفلة دامت ساعتين. فالشو هناك حفلات بعد درابين كلها حفلات يعني وللصبح. بعد المحلات هنا كتل ساعة 12:30 بالليل. 6 أم كلثوم تدخن وتدوم. هذا الكلب بمصر قاعد مثل خوفه. وصلنا متحف الحضارة المصري نشوف المومياء يابا. قالوا اكو مومياء نقدر نشوفها يعني وجه بوجه قدامنا. واخذنا التكتات مال المتحف. عملاق هذا المتحف كنا. بس هذا مو المتحف اللي يم الاهرامات. المتحف مال يم الاهرامات اليوم ان شاء الله نروح له ان شاء الله اذا لحقنا. طبعا هذا متحف ثاني بمومياء يقول لك بيه 22 الى 23 مومياء ما نقلوهن للمتحف الجديد يم الاهرامات بقوهن هنا. ليش ما ادري. طبعا المتحف اعتقد كاميرات ما يصير فان شاء الله ما يلزموني. مومياء الملكية. طبعا شفنا المومياء يعني ما اعرف شو اقول لكم. ما اعرف شنو الاحساس اللي اقول لكم. كان ممنوع التصوير جوا بس اكو فوق ال20 مومياء مبين شعرهم وسنونهم وكله قبل 1500 قبل الميلاد 2000 سنه قبل الميلاد. فشي عجيب غريب. بس باعوا هاي الاجهزه الطبيه كانت قبل. هاي كلها اجهزه طبيه ومال اسنان. باعوا هاي الاسنان مقلوعه مال يعني فراعنه. باعوا هاي مستحيل هاي الدنقه والتفاصيل اللي بيها. واو يعني فشي عجيب غريب. ما ادري اني الوحيد اللي كلش اتاثر بالاثار لو كل الناس هيك. بس باع كله قبل الميلاد 1200 وشويه قبل الميلاد. وما اعرف يعني يصير اطخها لو لا. خاف اطخها خاف تحل علي اللعنه. خاف اطخها. لعنه فول. بعدني شنو ذني خوفا. كلها ابنة آلهة وما اعرف شنو. بس بعد التفاصيل والزغرفه ويعني unreal. لكن شنو هالواهس هذا كان عندهم. لا عندهم سوشيال ميديا لا تليفونات لا كل شيء ماكو. تشتغل وتحفر وتنحت طول عمرك لحد ما تموت. مستحيل. باع التوابيت مال قبل. باع الابداع. باع يعني حتى اذا تموت هم انت يعني تو تموت العالم يجون يباعون على التابوت مالتك وينعجبون يعني. زي انا اللي يقتني شغله واحده. الاهرامات صار لهم 5000 سنه. ليش بداوا يكتشفون قبل 250 سنه؟ وين كانوا قبل؟ السوالف مال الاهرامات كلها اذا شايفين التماثيل وهاي الاكتشاف مالتهم 1850 1860. زين قبلها 1600 1500 1400 وين كانوا؟ يعني منطقه ما مكتشفيها لو ما شايفين لو ما شافوا الهرم مثلا من بعيد وقالوا نروح نشوف شنو جوا. ما اعرف. فشي عجبني يعني. ليش بداوا يكتشفون الشغلات والتماثيل والاهرامات والمومياءات قبل 250 سنه؟ وين كانوا قبل؟ ارجو الرد على هذا السؤال. يشوف الفيديو يرد على هذا السؤال. واو من اعظم المتاحف اللي اشوفها بحياتي. يحتاج ليش يوم كامل واحد يدقق بالشغلات ويسوي بحث عليها. يعني انا هيك عندي واهس. اموت على المتاحف اموت على التاريخ. يعني كلها 3000 و4000 و5000 سنه ويجي قدامك. مستحيل مصر ايش قد عظيمه. مستحيل. الحضاره هاي مال الفراعنه عظيمه. يلا وصلنا شقة عبد الحليم حافظ الله يرحمه. هلاكم حبيبي سلموا لي علي. يعني هسه نمشي بالشقة كان عايش بيه عبد الحليم. مستحيل. ماما هي الدليل السياحي مال عبد الحليم تموت عليه. راس كان ينام يخلي راسه بعد باقي الطبق. كان دائما بس اخذ لي صور. حلوة الشقة مالت. اي بس قديمة. بس بالنسبة لزمنها طبعا. بس باعوا من هنا الفيو. الشقة مال عبد الحليم. مستحيل ما اتخيل نفسي. اسمر يا اسمراني مين علي لو ترتب هواني. هاي الحمام مال عبد الحليم. تخيلوا الحمام مال عبد الحليم حاليا اني هنا. لا تقول لي هالبرنس مالته. ايه مالت البرنس. مستحيل محافظين على كل شيء. يعني بدنا نمشي بشوارع الزمالك وشوف الشكل.
هنا عاش الممثلة سعاد حسني، شقتها هاي سعاد حسني. يعني مصر شنو مصر؟ كلها تاريخ. تمشي من هنا عاش عبد الحليم، تمشي من هنا ام كلثوم، تمشي من هنا سعاد حسني. ويابا رجعنا للاهرامات مرة ثانية. بارحة جينا للاهرامات بس ما كان عندنا وقت هواية لان عزلوا بالخمسة، كان عندنا ساعة واحدة. فاليوم عندنا وقت هواية. خل اشوفكم المنظر الجميل. يعني بعد المنظر مستحيل الحجم مال هرم عملاق. بعد ايش قد علينا ومبين كبير. مرات افكر اقول قبل 5000 سنه استوهم بانيها كانت يعني تلهث جديده. شلون كان هنا الامور؟ شلون كانت الطبيعه؟ شلون؟ اكيد مو هيك صحراء، اكيد اكو خضار، اكيد انظف وجديده يعني كانت هاي يمكن برج خليفه مالتهم قبل. مستحيل. طبعا راح ندخل للهرم هذا الكبير. شوف ايش كبره. المشكلة كل ما نتقرب عليه أحس حجمه بعد أكبر وأكبر. واو، بعد علو، بعد ارتفاع. مستحيل. بس أريد أعرف شلون بنوه قبل 5000 فهموني. بعد الحجارة الوحدة ايش كبرها. مستحيل شلون بنوه. شنو هالواهس اللي ما عندهم شغل وعمل قالوا خلينا نقرر نبني هرم، أعلى هرم بالعالم. مستحيل. واو واو واو. يعني مو شن مكان. واو شنو هالعظمة هاي. واو I'm speechless. كلش speechless والله العظيم speechless. ما عندي غير كلمة اقولها. المشكلة يم هرم مصر، يم هرم الجيزة. يعني واو يابا شبعت من الهرم. وقعدت شي قاعد يمي واتخيل عصر الفراعنة شلون كانوا هنا. هذا الثاني رايحين له شوية اكثر عساس فوق النبالة مالته. الجزء العلوي صاير يعني شلون ملس. هذا تحسه اقدم كله صاير هيجي متجرد. هنا لا بملاسة شوية فوق. اول مرة اشوف الهرم؟ شايفه من بعيد. بس اول مرة تقترب منه؟ اي طبعا. شنو الاحساس اللي جاك لما وصلت يمه وطفيت الصخر؟ كثير انه صعوبة البناء شلون وبعد داخل الهرم شكو لازم واحد يدخل. هم اكيد داخلين. طبعا عشان يسوون ترقيب هي قبور. هاي عبارة عن قبور. يعني هي مو تحسها هسه الارتفاع مالتنا على تله احنا يجوز هذا النيل كان هنا كله يوصل مي. زين انت شو تقول لما بنوه عرفوا بانه راح يبقى الاف السنين وراها لو عبالهم يجي كلاوات تنسي؟ يعني عرفوا بانه دا يبنون شيء عظيم يبقى. احتمال الزلزال يوقعهم كلهم. صدق زين ايش عجب ما صار زلزال 5000 سنه وقع؟ لا من منطقة بعيدة عن الزلزال بس قبل فترة صار زلزال. زين انت تقول يجي يوم راح يوقعن؟ حسب القرآن جبال تنهد يبقى على الهرم. يا باخذ قيلولة بشد. هسه صحصحت قيلولة هاي مال المغربية مال ساعتين. هسه جاهز اطلع بالليل واستكشف المدينة بعد، لانه اليوم اخير يوم بالقاهرة. باكر الصبح مسافرين للساحل الشمالي. طبعا عبرت الشارع هنا انقص من العراق، لازم شويه ركضه لانه ما حد ما يخفف ما حد ما يوقف. شوفوا شويه ركضه بسيطه. اوه شنو هذا؟ يلا بين السيارات كل شيء تمام. وي ميد ات. راح نشرب شاي يابا، شاي جمبر ما ادري شاي كرك. لا شاي جمر نص تقليبه تلقيمه نص تلقيمه يابا. خلوق شاي جمر حار يحرق بس يموت. شاي بالحليب. عامل ايه؟ هسه نشرب شاي كرك على النيل يابا والاجواء اللي تموت. وصلنا الى تمثال رجلة الرمل. كيف هذا الاسم؟ بس شوفوا شلون عني اليابة تموت.
حلو التمثال هذا كلش. بس باعوا هاي الكافيه اللي قعدنا بيها مال ام كلثوم، باع الفايب مالتها، حتى بالمنيو مخلي لك الصوره مال ام كلثوم. وجابون نمنمات حب وحمص والقعده تموت قدام النيل. بس باعوا. بس باع الثيم كله ام كلثوم، القهوه ام كلثوم، النرجيله هم متاكد ام كلثوم، هاي مطاوله ام كلثوم. ماكو هيجي قاعده، مستحيل. راح اشوفكم الطريقه لما تجون نحسانين للفندق شلون تنامون. صباح الخير من القاهرة. حاليا متجهين إلى جراند ايجيبشن ميوزيوم، أكبر ميوزيوم، أكبر متحف مصر وبالعالم همين. هذا الفاتح الجديد. اليوم آخر يوم بالقاهرة، نروح نشوف المتحف طبعا، وورا نتجه للساحل الشمالي. خليكم ويانا. وصلنا المتحف، كلش متحمس طبعا أدخل له لأنه شفت ريلات هواية عليه، بالحجم مالته عملاق. ومن هنا الفيو الهرامات مبينة ذنيك، يعني المتحف مبين من برا ضخم كلش عملاق. بس كون عندنا ساعة إلى ساعة ونص كون نخلص كل، لأنه مبين يوم كامل ما يخلص. بس باع الحجم مالته، أكبر بناية أشوفها ايش كبره، باع الحاطش علوه، باعوا من جوا شلون. مستحيل هالحجم هذا، مستحيل. يعني ما ادري اذا مبين بالكاميرا بس حجم عملاق. طبعا هذا اول تمثال، اول ما تدخلون تشوفوه بوجهكم، شوف الضخامه مالته، مستحيل. طبعا هذا العمود، عمود النصر 1200 قبل الميلاد. بس شوفوا شلون تعبانين بالنحت مالته، عبالك فيك، عبالك كذب، ماكو هيج تفاصيل، مستحيل. طبعا لي هسه مدى استوعب اني بهذا المتحف، مدى استوعب. قبل اشهر دا اشوف الريلات مالته والحجم، اقول هم راح يجي يوم اجي لهذا المتحف. حاليا انا بالمتحف، سبحان الله. يعني انتم متخيلين وياي هذا التمثال اصلي صار له الاف السنين، شلون نحتوه يا اخي، شلون نحتوه هذا؟ صخره وحده. بس اريد افتهم وين كانوا واصلين هذول الفراعنه. هذا همين صار له تقريبا 3500 سنه. بس ركزوا لي عليه، هاي عود سلاحه بوقتها كانوا النص اخمس مالتهم. هذا شوف هذا سلاح عود، ما اعرف شنو عوده بين رجليناته. باعوا من هنا، باعوا تماثيل، يعني تمثال بصف تمثال، وكلهن افرج 1400 سنه قبل الميلاد. مستحيل. شنو هالسيفلايزيشن هاي، شنو هالحضاره هاي. عمي حقهم المصريين هيجي يتباهون بالاهرامات وبالمالتهم الحضاره، يعني فشي مو هين ابد. شوفوا هذا صار له 1400 سنه، باع النحت لك راح تخبل يا ناس. تمثال ابي الهول للملك امنمحات الثالث 1800 قبل الميلاد. هاي هيك يعني ايزي شامريه 1800 قبل الميلاد، يعني صار 3900 سنه هيك. هاي المعمود بتاح. الاسماء يعني ما احكي لكم، ما اعرف شلون كانوا يختارون الاسماء. هيك واحد يغلط بالحرف، يعني بتاح هذا اسم، كتاح راسا اسم اله، مبتاب هذا اسم اله، هذا خوضا ضخم، حنباب هذا فشي. هذا التمثال باسم طبطب واني وراك، ما لك علاقه. لا ما يصير نحشش، خاف تحل علينا لعنة الآلهة. بس شوف التفاصيل بالكتابة، مستحيل. هاي طبعا الكتابة الهيروغليفية 7 اللي يفتهمها. شوف التفاصيل ورسومات صغيرة، يعني هذا غراب طير، هذا نبات، رسومات صغيرة ولازم تقعد تقراها وتترجمها. بس شوفوا لي المنظر ورايا شنو، ما ادري مبين لو لا، بس بعد هرم. يعني احنا بمتحف الاهرامات، تصعد فوق تشوف الهرم قدامك، ماكو هيك. طبعا صعدت فوق عبالي خلاص المتحف طلع. علي يقول بعد هوايه ورانا، فايش راح يخلصه هذا؟ واني قلت منا ساعه نخلص، بس شي خلصه. عملاق. هذني التماثيل، هذني نواعم هيك كانوا يخلون بالقصور الجوا مالتهم، باعوا. هذا التايم لاين لما بنوا الاهرامات، شوفوا قبل 3000 سنه قبل الميلاد ماكو شيء. 2940 بدا شويه، 2670 بدوا شويه اكثر بعد بنوا، 2580 بدوا هرم شكل هرم، 2570 ورا 10 سنوات كبروا وسعوا، و2540 قبل الميلاد سووا الهرم كملوه. بس يا ترى هاي الارقام صحيحه لو لا ما حد ما يدري، الله اعلم. طبعا لي هسه عقلي وعيوني ما مستوعبات انا جاي اشوف، والله العظيم
يعني مو شقه، يعني ما اعرف هل مدى يدخل بعقلي، يعني I'm not living the moment، ما اعيش اللحظه، ما ادري يعني عادي اعوف الكاميرا وش اصلا ما اعرف هاي صدق ايش دا يصير، يعني عقلي مرات ما يستوعب. من شايف بيكم الفيلم مال مامي مال المومياء، اكو خنفساء هيجي حجريه تتحول صدقيه وما اعرف شنو تروح بكل مكانياتها. ليش بدأوا يكتشفون بالجديد؟ أتمنى واحد يجاوب على هذا سؤالي، ممكن سؤال سخيف واحد يجاوبني عليه. ليش ما اكتشفوه مثلا بزمن الرسول، يعني 1400 وشوية سنة؟ ليش ما اكتشفوه هنا؟ ليش قبل 300 سنة كلهم بدأوا يطلعون؟ يعني وين كنا ملتهين بشنو؟ وهسه واحد يجي يقول لي ملتهين بالحروب وهاي إيه صحيح ملتهين بالحروب، ستيل يعني قدام عيوننا يعني تحفر شوية كرك تحفر تطلع. يعني كل ما أشوف تابوت حلو أقول هي هذا أحلى شيء، يطلع واحد أحلى. شوف مستحيل. أنصح أي واحد يشوف هذا الفيديو لازم يزور هذا المتحف، لازم. عمرك خسارة إذا ما تزور هذا المتحف، يعني راد له يوم كامل. حسبوا حسابكم اللي يحب الآثار وهاي السوالف مال الفراعنة يحتاج له يوم كامل بهذا المتحف. وأنصح أي واحد جاي لمصر أو يخطط يجي لمصر، المتحف وحده يسوى على ما يجي على موده، يعني المتحف والإهرامات يسوى تجي على موده. طبعا حاليا بالطريق للساحل الشمالي، يعني شمال مصر قريب الإسكندرية، فوقفنا بالطريق نطلب أكل وناكل، والمكان يموت بدوي. بس شوف القعدة شلونها. خلصنا أكل وسدنا نشرب شاي بدوي صعيدي فول. شوف الأجواء. صباح الفل يابا من الساحل الشمالي، يعني الأجواء الحلوة، يعني المنتجع الحلو. شوف المنظر اللي ورايا يابا، مستمتع كلش مستمتع. وحاليا منتظر الغداء لأنه ميت جوع. بس شوفوا لي داير مداير شكو. حاليا منتظر أبو البيتزا، البيتزا يابا البيتزا. كمل على مود ناكل لأنه ميت جوع. وهذا أبو البيتزا يابا راح يخلص. باكل بيتزا وراه وين نروح للبيتش يابا، نسبح بالبحر المتوسط. بحر المتوسط مو؟ اي بحر المتوسط. ويابا الاكل الزين خلاص. عندنا بيتزا، عندنا بورك، عندنا فرايز يعني فينجر يابا. هسه خلصنا اكل ولازم نحلي. شوف الموطة الزينة، يعني هنا يمكن باكر راح اطلع زايد فد 5 كيلوات على اكله راح اكله. خل اشوف من الغرفه يابا. شوف الغرفه خرب بالحظ ضربت في الباب. اوكي هذا الحمام يابا، تقدر تكنك بلوتوث تسمع اغاني وتاخذ الشاور. واحد يسبح ويجي يرقص. نجي هنا الليفينج روم واكو بعد كينج بعد يابا. تعرفون انا يعني كلش ضخم فيحتاج لي شربايه وحدي. ومن هنا البالكون الاطلاله المخيفه. من هناك اذا تشوفون البحر المتوسط باع اللون باع الاجواء باع الحبشكلات يابا. ومن هنا المسبح. وهذا على الصفحه الثانيه اكو مول كبير ممتد يعني من هنا لحد نهايه الفندق، والاجواء تموت. وهسه طلعت اشوف البيتش شكو ماكول. هسه ما شايف البيتش. شلون واحد يجي على منتجع يم البيتش وما يشوف البيتش؟ فهم شي. خل نروح نشوف البيتش يلا. نشوف الرمل يابا. باع الرمل هم زين ما يجوي. شايفين اكو شواطئ مالت الرمل يجوي. هاي كلش حلو، لا هو بارد ولا هو حار يجوي، معتدل. وصلنا البيتش يابا. شوفوا المي والله شنو هاي دافي كلش دافي. ويلي لم يجي يصير. خلينا نروح بالكاميرا واسمع شو تقولوا. لا والله بارد. باع المنظر من البحر المتوسط. ابد مو متوسط، البحر البارد. خلينا بالكاميرا واروح اسبح شويه. يلا ندعوا لي شباب، راح اروح لليونان من هنا. ما لا هسه قررت اخذ الكاميرا وياي، بس ان شاء الله ما توقع لانه الكيس ماله امواج قويه. قضيت اني بس اتفل لانه الملوحه
مستحيل الملوحة هاي. اوه بس المي دافي يموت منعش، بس هذول اللي يطبون يغطون جوا ما اعرف شلون. انا شوية سبحت وخشمي واذني طبيها ملوحة هيك وصلت للدماغ. بس شوفوا هاي القعدة، يعني القعدة مخلي لك اياها هنا تقعد وتطلب درينك من الباع، ماكو هيك بالجنة ماكو هيك. بس باع القعدة باع المنظر، باع القعدة. وهسه اجى الماكتيل، شوفوه طعم البرتقال والحمضيات الله. والقعدة هنا هيجي بالمي ماكو هيجي اجواء، مستحيل. جربنا البيتش والمسبح الجواني، هسه وين صاعدين المسبح الفوق بالطابق الرابع، يقولون احلى مسبح بالفندق كله، فخل نروح نشيكه يلا. اويلي على هذا الفيو المرعب، شوفوا. مستحيل هالفيو هذا، مستحيل ماكو هيجي منظر شايفه بحياتي. لك شنو هذا يابا؟ وهسه رايح اكل وجبة العشاء مع الاوتفيت يابا. رايحين ناكل على مود وراها شنو، نروح للجيم لان اكو جيم وبعدني ما مشيك الجيم ما شايفه. محار على زيتون على جبن على لحمه بعجينه على خبز على بيتزا على ما اعرف شنو، ميكس غريب عجيب. حاليا رايح تاور 3. ليش؟ على مود الجيم يابا. الريد بول جاهزه والتمرين لو عندي وقت لو لا نروح ونشوف. وهذا الجولد جيم يابا، وديني للجيم لك مشتاق له بس اريد اشوفه. اوكي لك شنو هاي؟ لا ما اتفقنا هيك، وش ماله جولد جيم يا اخي؟ لا ما متفقين هيك. باوع يابا باع اللايتنج لك بنش براس موجود، اوزان موجود، 60 كيلو فرغ لي الساحه يابا. رساني باللعب، خلنا نبدي. طبعا تمرين سريع بس شنو احس العضلات عطشانه. كانت تقول لي بس مرني صار لك 5 ايام 6 ايام هاملني، لازم هسه اطلع لان وراي سهره طويله. يلا اشوفكم يابا. بدلنا وجاهزين للطلعه. وين الطلعه ما ادري، شنو السهره ما ادري. هم يوميا يسوون حفله لو فرقه لو شيء، فخلنا نطلع برا ونشوف اليوم شكو. يلا وصلت الحفله يابا مع العزف مع الامه. حفلة ثانية هنا. يابا شغلة أغاني عربية، عمرو دياب وعلى البيتش وبمصر يعني شريف بعد. صباح الخير. طبعا هسه قعدت باع الأجواء الصبحية يابا. خوش اجواء، خل نروح نتريق يلا نمشي يابا. وهذا الريوق المتواضع مالتي، عندنا بانكيك، عندنا اومليت، عندنا كريسان، عندنا خبزه بيضه، طعميه، فول واللاتيه. يلا ناكل. وخلصت ريوق واجيت للبيتش يابا للشاطئ، نقعد شويه وريلاكس قبل ما نبدي يومنا. طبعا يوبو باع الفيو. يابا وخلصنا من البيتش. باع المشاوي هنا بالليل يسوون مشاوي، اول مره اشوفها. يشون فحم وكل شيء جاهز، ويم البيتش باربيكيو زين. هسه اروح اغسل بالدوش هذا، كذا المي بارد. المشكله ما طبيت بالبيتش. باع هذا باع الفرن. شنو هذا؟ اكو شغلات ليش اليوميه اكتشفها. قولوا الله يا رجال. رجعت جديد. باعوا هنا يسوون رياضة الصباح، بايسكلات. وهنا التيشر مدرسة. يلا 1 2 3 4 1 2 3 4. طبعا مو دعاية هاي، اتمنى لو دعاية يجي فندق. اللي يجي لمصر ريكسوس بريميوم بالساحل الشمالي، اوكي هذا الفندق ما يخسر، كل شيء انكلودد. اللي يعجبك على بالك موجود هنا. يابا وجينا الاشهر مدرسة وجامع بمصر القديمة. شوفوا
بس شوفوا التصميم مستحيل. شوفوا البناء هذا مبني تقريبا قبل 200 سنة، بس شوفوا التفاصيل مستحيل الحجم هذا. بس اريد اعرف يعني كم سنة بنوا. يا اخي قبل كان العمارة يختلف، كان البناء يختلف، التفاصيل هسه كله مادرن هيك مسوي لك صبة وكل شيء ما بيها لا تفاصيل له هاي. قبل كنا نبدع قبل 200 و300 و400 سنة بناء يموت. هسه لعبوا النفس يا اخي. لا تقول لي برج خليفه، اي اوكي يعني هاي العلو والتصاميم اوكي، بس البناء هاي مال جوامع، مال مثلا قصور، اماكن هيك يعني مو مثل قبل، مو مثل قبل. باعوا استمتعوا بالمنظر. بهذا القبر بس باعوا هنا المكان وباع العلو مال المكان. مستحيل المكان هذا عملاق بمعنى الكلمة، بس باعوا الباب مال الدخول شلون ضخم. مستحيل. هاي الشغلات كلش يعني يتفاجئني ايش البناء، اموت عليها. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين أرسلك الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاي المدارس الأربعة بابا اشرح لنا عليهن. هاي المدرسة الشافعية، المذهب الشافعي، المذهب الشافعي، وهذا المذهب الحنفي يعلم بيها هذا المذهب، هاي تعلم هاي المذهب، هاي المالكية، هاي المالكي، هاي المالكية المالكي، المذهب المالكي. هي 4 مذاهب. بقاله كم؟ 750 سنة. 1362 يعني صار له 750 سنة. احنا عبالنا 200 300 طلع 750 سنة. مستحيل. يلا اوكي. هذا محمد هنا يرد يحسب لنا. ايش عندك اغاني؟ شو تغني؟ مصري خليجي عراقي شعبي قديم جديد. عراقي في حاتم العراقي اللي انت عايزه موجود. بس اسمع مني يلي بغني، بس اسمع مني تبع عراقي. لا سوري سواء سالفة عندي صار سواء مو عراقي سورية. انا بمشي عراقي عاشوا العراق يمين يسار فوق تحت حكايات على صباح الخير من مطار القاهرة. اليوم آخر يوم بالسفرة، كلش استمتعت. أتمنى أنتم همين استمتعتوا وياي. طبعا هسه بالمطار ساعة 5 الصبح ومنايم، فعيوني بالقوة فاتحة بالدفرات. طيارتي لإسطنبول وبعدين لدالاس أمريكا، ومن دالاس أرجع الولايتي. طبعا مصر تخبط، جنن مصر. كلش فرحان لأنه زرت هالبلد الجميل، يعني صدق ام الدنيا. وعدا الاهرامات والسوق، كل شيء يعني نمبر 1، صدق نمبر 1. اذا جتكم فرصه تزورون مصر روحوا، لا تترددون ابد. كانت من احلى سفرات حياتي. اتمنى طبعا استمتعتوا بالسفره وياي، ولا تنسون سووا لايك وكومنت، قولوا لي وين تريدوني اروح المره الجايه. شيروا الفيديو، خلي العالم يشوفون ابن العراق وين يروح. واشوفكم فيديو جديد. يلا بيس اوت، باي.